عليكم ورحمة الله وبركاته. بهاليل قلب زوزو الصغيرين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عندنا ان شاء الله باذنك انت يا رب بهاليل قلبي بتوع تالتة اعدادي، مش هغلط زي المره اللي فاتت واقول تالتة ثانوي. حبايب قلبي ان شاء الله النهارده هيكون عندنا شرح يونت 8. الجرامر بتاع يونت 8 جرامر جميل وسهل ولذيذ، ان شاء الله باذن الله هنتناقش فيه بكل سهوله وبساطه. عندنا كمان اليونت بيتكلم عن الكالتشرز اند تراديشنز، الثقافات بتاعت بلاد مختلفة والعادات والتقاليد بتاعتهم في حاجات معينة. هنتكلم عن الريدنج بتاع lesson 1 and 2 والكلمات بتاعتهم، بس أنا طالبة من حضراتكم إن انتوا تذاكروا لي اليونت كامل على بعض. بالنسبة للموديل انسر بتاع يونت 7 فهتلاقيه احنا بنشتغل من كتاب المعاصر. هنزل لكم الإجابات في الكومنتس، هخلي التيم ينزل الإجابات في الكومنتس بتاع الفيديو اللي فات، يعني بتاع فيديو يونت 7. ان شاء الله هنمشي يونت باي يونت، يعني اسبوع باسبوع كده نخلص يونت كامل. لو انت ما بتلحقش ان انت تخلص الفيديو في اسبوع اللي هو الكلمات كلها في اسبوع، قسم الكلمات. يعني عندك مثلا حوالي 100 كلمة، لو قسمتها على 5 ايام يبقى كل يوم 20 كلمة بس. لازم اقسم الكلمات كويس. مع كل حصة احنا بنتناقش وبنتكلم مع بعض في سؤال في ورقة الامتحان. النهارده بنحل برضو مع بعض كومبليت، المره اللي فاتت حلينا مع بعض كومبليت. النهارده كمان هنتناقش في سؤال الباراجراف، وهشوف زمايلكم لما يجوا ان شاء الله هم حلوا الباراجراف ازاي، وايه المشاكل اللي واجهوها، وايه الحاجات اللي انا هعلمها لكم بناء على كتابتكم انتوا ذات نفسكم شخصيا. لو في الكومنتس مفيش ان انت تنزل لي في اليوتيوب، مفيش ان انت تنزل لي الصوره، تقدر تبعت لي الموضوع اللي انت كتبته، الباراجراف اللي انت كتبته، وانا هصححه لك بنفسي على الرقم 010 120 745 72. ابعت لي لو انت محتاج اي حاجه، ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني واقدر اساعدكم وافيدكم واعمل لكم كل اللي انتم محتاجينه. يلا بينا حبايب قلبي، زمايلكم دلوقتي هيجوا وهنبدا مع بعض على طول يونت 8. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي بهاليل قلبي الصغيرين، عاملين ايه؟ الأسبوع اللي فات طلبنا باراجراف. في ناس بعتت لي على الواتساب باراجرافز، اتبسطت منهم قوي. اتفرجوا على اليوتيوب وبعتوا لي باراجرافات وحاجات مكتوبة، اتبسطت منهم قوي. عايزة أسأل سؤال بقى دلوقتي، هل كل اللي قاعدين قدامي جابوا باراجراف، ولا أنا هاخد من كل باراجراف مكتوب هاخد جملة ونعدلها سوا مع بعض؟ مش عايزه اعرف بتاع مين، ومش عايزه اعرف اتكتب ازاي، مش عايزه اعرف اي حاجه. احنا الاسبوع اللي فات خدنا واتكلمنا ان احنا لما نيجي نكون جمله لازم نبدا بفاعل بعدين فعل، صح كده؟ ولازم واحنا بنذاكر نبقى عارفين يعني ايه فاعل وفعل اصلا. بالراحه كده، بالهداوه بقى، بالهداوه. انا عشان تكوين جمله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، تكوين جمله لازم ابدا هنا بفاعل وبعدين بعدها اجيب فعل verb subject وبعديها verb، تمام؟ فانتوا هنا في ناس كاتبه كويس قوي. يلا بينا. يعني في، بصوا بقى، عشان نكتب باراجراف كويس مطلوب مننا حاجه. عايزين الاول الشكل بتاع الباراجراف. يعني انا مش عايزه الشكل يكون كده، انا عايزه ده عجبني، ده حلو، ده شكله حلو. لا مش عشان الخط، كلهم حلوين. في مين تاني؟ فين تاني؟ اقعد كويس براحتك. ايوه كده. ماشي. ده برضو غلطان غلطة مختلفة خالص. هنا معايا 4 أخطاء، ال4 أخطاء فيهم أخطاء مختلفة، 4 باراجرافز فيهم أخطاء مختلفة. خلاص؟ فأنا هتناقش معاكم في كل باراجراف بالأخطاء اللي فيه. ليه؟ علشان كلنا نتعلم. ده ما نعملوش تاني، ده غلط ما نعملوش تاني. ده رقم 1. بصوا معايا كده، الشكل بتاع الباراجراف الأول، أنا عايزة الشكل بتاعي، الشكل يبقى عامل إزاي؟ الشكل، انت عندك الباراجراف، عندك الصفحة بتكون مثلا عاملة كده. خلاص؟ انا هسيب مسافة في الباراجراف في الاول كده زي ما البنوتة هنا عاملة. بصوا هنا سايبة ايه؟ سايبة مسافة اسمها indent، مسافة في الاول صغيرة كده. بصي هنا مسافة في الاول كده، تسيب لي مسافة قد كلمة كده اهي فاضية، وبعدين تبدأ السطر بتاعك اهو. سبت هنا المسافة اهي،
وبعدين ابتديت الجمله بتاعتي الاولى. خلاص، وبعد ما خلصت الجمله بتاعتي رحت حطيت فول ستوب كده، نقطه. ابتديت الباراجراف السطر الثاني، مش الباراجراف الثاني، ابتديت السطر رقم كام؟ هبدا من اول هنا ولا هبدا من هنا عادي؟ لا، هبدا من اول جمله عادي اهو. خلاص، وانا بكتب ابقى مخلي بالي اكون بكتب جمل واضحه. يعني ايه جمل واضحه؟ يعني انا كونت الجمله فاعل وفعل اهي. انا خطي وحش يا ميس، مش مهم، انا مش عايزه خط حلو، انا عايزاك تكتب جمل واضحه. يعني خطي وحش احاول احسنه على قد ما اقدر، بس ما اكتبش مثلا ما اعملش، يعني ما اقولش مثلا اهي احنا كنا بنتكلم عن السبورت، ما اقولش مثلا sport plays an important. بصوا انا مش عارفه فين نهايه الكلمه من بدايه الكلمه اللي بعدها، يعني ده اول غلط بنعمله. انا مش عارفه فين نهايه الكلمه من بدايه الحروف كلها عامله ايه، لازقه في بعض. ده رقم واحد. طب رقم اتنين ايه بقى؟ ما اعملش برضو كده، ما هو انا الميس بقى ما فهمش كلامي بالشقلوب، يعني ما اروحش عامل بقى، يعني في واحد يروح عامل ده وفي واحد بقى يروح عامل عبيط. ده بقى عبيط، ده فاكرنا عبط، ده فاكر يسيب مسافة بيوت في عمارات، اقدر ابني بيوت هنا ما بين الكلمة والكلمة. برضو ده غلط وده غلط. ميك سنس، يعني خلي الدنيا ايه بالمعقول كده، المعقول يمشي الدنيا ويفهمنا ويخلي كل حاجة ايه تمام ومظبوطة وزي الفل. انما غير كده طبعا لا، مش هينفع، صح كده؟ فاجي اروح انا عامل ايه اهو، sport plays، وبكتب بالراحه. انت مش مستعجل، احنا بنتعلم، ماشي؟ عايزين رحله التعليم بتاعتنا ما تبقاش تقضيه واجب، وده مهم جدا جدا جدا. تمام؟ يعني ايه رحله التعليم بتاعتنا ما تبقاش تقضيه واجب؟ انا ليه في طالب بيطلع لي من ثالثه اعدادي، اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، بيطلع لي مش عارف حاجه في الانجليزي؟ عشان طول الوقت اللي فات ده هو عنده عقده من الانجليزي وعنده مشكله اسمها انا عايز الامتحان اعديه وخلاص. لا، بالراحه، بالهداوه، بالراحه. احنا مش بنتعلم عشان درجه امتحان فقط، احنا بنتعلم علشان لازم. تخيلي كده احساس البني ادم وهو قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجه، هتزهق والله العظيم. مهما كنت انتوا في الاجازه بتعدوا بحاجات حلوه وبتاع، بتزهق، بتبقى عايز اللي هو انا عايزه اذاكر شويه، عايزه اعمل اي حاجه، انا زهقت من القعده كده. هو الانسان بلا قيمه بلا شغل، هو شغلنا، انت شغلك دلوقتي طالب. الانسان بلا شغل فبلا هدف فبلا مش هيعرف يحقق اي حاجه، هيبقى ملوش اي 30 لازمه، زينا زي الحيوان. معلش انا اسف، هو ايه الفرق بيننا وبينه؟ ان مش ان احنا عندنا مخ، الحيوان عندهم مخ وبيفهم برضه. مش بتقول للكلب بتعرفه ازاي يتكلم وازاي يعمل وازاي يتعامل معاك وبيفهم وبيعرف؟ الفرق في الحاجه انا بعرف اعمل حاجات زياده، فهو ده انا لازم اشتغل عليها. خلاص؟ فانت وانت بتكتب مرحلتك دي خد وقتك، ما تستعجلش، خد وقتك في حفظ الكلمات، ما تستعجلش، بس ما تتمرقعش برضو، يعني مش ده وده، لا، عندنا الاتنين، يبقى خير الامور الوسط. ولا اكتب بسرعه 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 عشان الميس عايزاه وهتبهدلنا وهتعملنا، لا، مش مهم. اكتب بهدوء وبالراحه، علشان لو بكتب بهدوء وانا خطي وحش، انا خطي وحش وبكتب بهدوء، خطي هيكون واضح، وهو ده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين خط جمالي حلو، ولو خط جمالي حلو يا سلام بيريحنا نفسيا وبنتبسط، مش بقول ان احنا مش عايزينه اطلاقا، بس لو انا بكتب بالراحه، بصوا انا بكتب بالراحه اهو، طب ما انا خطي يقدر يكون حلو ويقدر يكون وحش، صح؟ مش انا لو بكتب بسرعه هيبقى خطي وحش حتى لو خطي حلو، صح؟ يبقى اقول لك sports plays an important rule، وكملت الجمله، خلصت اول جمله.
خلاص. فلما اجي بعد ما اكتب، انا اتفقنا مع بعض الاسبوع اللي فات ان انا ده النهارده اهو ده الشكل، صح؟ اتفقنا الاسبوع اللي فات ان انا هكتب عربي الاول، وبعد ما اكتب عربي هترجمه. اكتب عربي الاول وبعد ما اكتب العربي اترجمه. طب هو دي اصح حاجه؟ لا، الاصح ان انا اكتب انجلش على طول وافكر بالانجلش اصلا. بس احنا لو مستوانا ضعيف خالص ابدا اكتب عربي الاول وبعدين اكتب انجلش، واكتب كل حصه اكتب باراجراف عن الموضوع اللي بيتكلم عنه اليونت. زي ما جالكم الترم الاول في الامتحانات في بعض المحافظات جالهم عنوان اليونت صعب جدا، the value you stand for. جالكم انتوا كان هنا إيه؟ انا اتخضيت، انت اتخضيت لما شفت العنوان ده، مع ان اليونت كله كان بيتكلم عن الفاليوز اللي هي القيم، صح؟ طب ما هي القيم كلها كانت عندكم في اليونت اصلا والكلمات بتاعتها، بس احنا ما عندناش ثقافه ان احنا ايه، نقرا الريدنج اصلا ونطلع منه معلومات ونكتب زيه. ده مش عندنا. فاحنا ده اللي هنكتسبه بقى، ان احنا عندنا في الانجليش في 4 سكيلز، في 2 منهم مهمين جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ الريدنج سكيلز والليسننج سكيلز، ان انا اسمع واتكلم. ريدنج يعني اقرا، فانت لو سمعتني بقرا مره مع الثانيه مع الثالثه، الرابعه هتقرا زي المره اللي فاتت. انتوا كده اشتغلتوا معايا وكنتوا مبسوطين، خلاص. فهي ان شاء الله باذنك انت يا رب احنا واخدين رحله مع بعض كده عشان يبقى from zero to hero فعلا. from zero mindset اذا كان تفكير او عقل او كلام في دماغك، او اذا كان مستوى، الاتنين عايزين نعلي بكل الحاجات دي اخلاقيات وسلوكيا وفكرنا عن المنهج، فكرنا عن الدراسه، وكل ده نغيره ان شاء الله باذنك انت يا رب سوا. انا هنا هشوف رقم 1، انا مش هقول اسماء ولا هقول ايه الاخطاء، انا مش هقول اسماء ولا نظهرهم، بس انا عايزه اقول ايه الاخطاء علشان ما نعملهاش تاني. في حد هنا عمل لي ايه؟ عمل حاجه بسيطه، قال لي I am فلان I like sport but my favorite sport is كذا because، وقعدنا بقى نكمل. ده ما اسموش باراجراف. انا باراجراف يعني بتكلم عن الموضوع نفسه. يعني انا اعمل ايه بقى؟ عارفين في العربي عندكم موضوع تعبير في العربي، ففي حاجه في العربي اسمها ايه؟ عناصر. ايه العناصر دي؟ انت بتتكلم مثلا عن الرياضه، انا بتكلم عن الرياضه اهي، صح كده؟ فبروح اطلع منها اسهم كده، اروح مثلا اول حاجه كاتب اهميه الرياضه، صح؟ بتكلم عن الرياضه المفضله بالنسبه لي، الرياضه المفضله، ايه الفيفوريت سبورت بتاعتي، ماشي. طب ايه كمان؟ هي الرياضه بتعمل ايه في الجسم؟ ما هو انا بقى بطلع كل الايه؟ الافكار اللي انا ممكن اكتب فيها. هي دي انا ممكن اكتب فيها كام جمله؟ 2. هي دي انا ممكن اكتب فيها كام جمله؟ 2 برضو 3، صح؟ دي انا ممكن اكتب فيها كام جمله؟ 2 3 4. خلصت الباراجراف. اهم حاجه انا ابقى مرتب انا هبدا بايه، علشان ما ابداش كلام كده وانا مكفي على وشي. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اقرا اشوف في تسلسل منطقي للحكايه اللي انت بتحكيها، للكلام اللي انت بتقوله. انت بتكلمني عن الرياضه، بتكلمني عن الصحه، بتكلمني عن كذا، قلت لي الاول ايه هي الرياضه وازاي مفيده ومهمه لحياتنا وبتعمل ايه في جسمنا وبتساعدنا ازاي، وايه هي الرياضه المفضله بالنسبه لي وليه بقت مفضله وعشان ايه. كده خلصت الباراجراف وكتبت باراجراف ممتاز. بس ما ابداش اقول انا اسمي ايه ولا انا عندي كام ولا ايه بحبه ولا لا، ابدا في الموضوع. انا بقول لك اكتب لي باراجراف عن كذا علشان تعرفني عنه معلوماتك فيه. انا مش عايز اعرفك، انا عايز اعرف ايه معلوماتك في الموضوع ده. فاهمين؟ فدي رقم 1. because regular exercise build strengthen skills and good health. حلو قوي، حلو ماشي. ده كده ده كويس. كان عندنا مشكلة وعرفنا ايه هي المشكلة، وطبعا عندنا مشكلة صغيرة برضو في حاجة بالنسبة للكتابة. تعالوا معايا بالنسبة للكتابة،
انا قلت ما نعملش ده، ما نلزقش في بعض، وما نعملش كده وبنعمل كده، صح؟ برضو ما نعملش ده اللي احنا ايه، بصوا كلمة، بصوا حروف ماشية، السلام عليكم، ولقيت حروف ماشية توت 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 ورا بعض. ايه يا حبايبي؟ موبايل مين؟ تمام؟ ما بنعملش حروف ماشية لوحدها كده في الشارع، لا، مع ان الكلام صح. انا بقى كمدرس مطلوب مني ان انا اجمع والزق، لا انا مش هجمع ولا لزق، انا قرفان اصلا، انا متخانق مع مراتي ومتخانقه مع جوزي، فقاعدين بنصحح لكم باراجراف، فما تقرفوناش. فاهمين الكونسبت؟ ما تخليش حد ايه يتعكنن عليك انت كمان، تديش فرصه لحد، فاهمني؟ فهو انا اجمع الكلمه على بعض عادي جدا. يبقى ده 3 اخطاء في انواع الكتابه، او 3 اخطاء في ستايل الكتابه اللي احنا بنكتب بيهم. فالكتابه دي ما نكتبش بيها وما نعملش كده، عشان ده غلط تماما. خلاص، ده رقم 1. انا مش عايزه اعرف، انا هسيبهم هنا للاخر. رقم 2، نشوف رقم 2. Sports are important for all people because it affect. بص بقى، تعالوا معايا. لما انا اكون عارف في كلمات لازم اكون عارف الفرق بينهم، زي مثلا كلمة affect وكلمة effect. ماشي؟ كلمة affect دي الverb، معناها يؤثر على. تقول معايا بقى affect يؤثر على، معهاش حرف جر. affect يؤثر على، معهاش حرف جر. affect يعني هنا مفيش حرف جر، انما effect تأثير، effect تأثير، effect وبيجي معاها on، وبيجي معاها يبقى دي اسمها تأثير. نيجي نكتب بقى الجملة تاني. هي عايزة تقول، او هو عايز يقول، هي بتؤثر physically and mentally، بتؤثر علينا صحيا وجسديا. يبقى هي تؤثر على صحتنا العقلية والبدنية. أنا بكتب، اتفقنا ليه؟ لأن احنا عندنا physical ومنتال موجودة في الكلمات، خلاص؟ فاحنا هنحطها علشان هي موجودة في الكلمات، عشان احنا لما بنيجي نكتب باراجراف مش طلاب عرة، لا، مش بنكتب اللي احنا حافظينه من ابتدائي. ايه طالب عرة دي هتعرفوها مع الوقت. بنحفظ الكلمات الجديدة وبنكتبها في الباراجراف اللي احنا بنحفظه، اللي احنا بنكتبه. وما يجيليش بقى حد بقى طالب بقى بالله عليك، عشان ده بيجيب لي غلطة. ميس لو سمحتي تتوقعي ايه الباراجراف 2026؟ ايه ده؟ سؤال ما يتسألش، ده سؤال ما يتسألش. رقم 1. رقم 2، ميس لو سمحتي ما عندكيش حتة مقدمة كده وحتة خاتم؟ ما عندكيش محميتين بصلتين؟ ايه تكتبي ايه؟ ما تكتبيش مقدمة محفوظة، ما تكتبيش فين القلم التاني اللي انا بغز بيه، لا، اكتبي انتي. انا بكتب باراجراف علشان انا اللي اكتب. احنا مدرسين عايزينك انت اللي تكتب، مش تروح راصص. والله العظيم no one can deny that in sports مش عارف ايه كلنا عارفين الكلام ده، كلنا حافظينه. ماشي، نبقى عارفين ان هو مقدمة، نروح عاملين نبدأ باللي بعد. فجأة الصدمة، بصيت لي عملت كده، الصدمة. خلاص، فلا، ما بنكتبش مقدمات، احنا بنكتب احنا بنفسنا، زي القمر اللي هنا ده، سكر جميل جدا جدا. بص بقى، فراح قال لك ايه؟ فراح اتقال لك ايه؟ هي. حد هيقول لي هي يعني شي؟ حد يقول لي هي يعني شي؟ اوعى 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 اوعى، هي مش يعني شي. شي دي للايه؟ للعقل. انما هنا بتكلم عن السبورت، فاقول ات تؤثر على affect. خلصت الجملة، معهاش. ليه بقى؟ عشان انت لما تيجي تذاكري الفروق بين الكلمات دي لازم تذاكريها زي ما انا بذاكر كده. affect يؤثر على، معهاش حرف جر. affect يؤثر على، معهاش حرف جر. effect تأثير. effect
وبيجي معاها on وبيجي معاها تيجي بقى حضرتك تذاكر لي بقى بالطربوش، انت قاعد بقى فاكر نفسك زويل، فاكر نفسك احمد زويل، فاكر نفسك نجيب محفوظ، فاكر نفسك اي حد من الناس المهمه دي، واحنا كلنا مش مهمين، احنا عاديين، ناس عاديه جدا جدا. فتيجي حضرتك بقى انها افكت السؤال اللي بالآ دي يؤثر على ما فيش الكلام ده، هتنسى. انما وانا جاي اكتب، انا بكتب دلوقتي كلمه ايه؟ افكت، بكتب كلمه، فانا افتكرت ودني لازم لما تيجي تحفظ حاجه. ليه القران المثالين مختلفين تماما؟ ليه الاغاني بتثبت في لسانكم؟ عشان ليها دندنه معينه، ليها دندنه، فالدندنه دي بتفضل ثابته. نفس الكلام قرآن. لو انا بسمع قرآن كتير وبدندنه، اللي هو انا ماشي بقول قرآن، فهتلاقي انت مجرد ما تلاقي كلمة كذا انت ودنك سامعة بقية الكلمة. لو انا قلت دلوقتي خطفوني بس يا بيت، ده بقول مثال يعني، انا صدقت اخرس اوعى. فانا عشان كده لما نيجي نحفظ الفرق بين الكلمات كده نحفظه بشكل وبتون، بحيث ان هو يفضل ايه؟ ثابت معانا. يعني انا يبقى ليا اسلوبي وطريقتي في كل حاجه في المذاكره، فانا فاهم انا بذاكر ازاي. تمام يا ميس ملك؟ فاهمه، انا فاهمه. فين الكاميرا مان؟ ماشي خلاص. فانا رحت قلت ايه؟ it affect. بصوا بقى، انا مضارع بسيط، انا هقول لكم على حاجه تركايه مهمه جدا، تركايه جامده جدا. بص يا سيدي، انت بتكتب في زمانين فقط لا غير. انا بعلمك اهو دلوقتي حالا، انت حضرتك بتكتب في زمانين بس. ما تعيش بقى، دماغك ما تسوحكش ان انت تروح في كل حته وكل مكان. يعني ايه؟ تعال اقول لك. يعني انت لو بتكتب حاجه دلوقتي اكتب مضارع بسيط present simple. خلاص؟ لو بتكلم في حاجة في الماضي اكتب ماضي بسيط. الموضوع انتهى. لا، هو ينفع بس لا يا ستي، انا عايزة ده وده، بس بتكلم في الماضي ماضي بسيط. تصريف تاني اهو، ده التصريف التاني للفعل، خلاص؟ طب وده بقى بحط للفيرب اس او اي اس او اي اي اس، او بشيل منهم الاس. طب امتى بحط للفيرب اس؟ لو قبله حاجه من دول، لو قبله هي او شي او ات او اي اسم سنجلر مفرد، هي وشي وات واي حاجه مفرد. انا حتى كل حاجه، انتوا كل حاجه من اول الجرامر لحد الفروق بين الكلمات لحد اللي بيضايقكم لحد كله هنغني. ليه؟ عشان يثبت. مش معنى كده ان احنا بصمجيه بنبصمج، لا، احنا بنفهم وبنغني الاتنين مع بعض. فاهمين؟ تمام؟ فهي وشي وات واي حاجه مفرد بحط للفيرب اس، اي حاجه غير كده بروح شايل منها الاس. يعني انا هقول بقى كلام وانتوا تقولوا لي، ماشي؟ هقول مثلا play do ولا does. انا اسفه هي do ولا does بسرعه. we she احمد محمود. حد قال دو؟ قلتي دو؟ لا احمد دو والله. جي ايه والله؟ جي ايه؟ والله جي صاحبتها حبيبتي. خلاص فهمتوا اللعبه؟ فيها مشكله؟ تمام. يبقى انا هاجي هنا بقى، انا بكتب ده مضارع ولا ماضي؟ ده مضارع ولا ماضي؟ يبقى اقول ايت افكت واطلع اجري. ناقصه ايه دي؟ اس. It affects our mental and physical health. هي بتؤثر على
our mental and physical health، يعني صحتنا العقلية والبدنية. فيها مشكلة؟ فتيجي بقى أنا رحت عضلك كده، ما تنفعش، غلط. هي لايقة بص يؤثر، هي لايقة affect on، هي لايقة، بس أنا مش هعملها كده لأن أنا حافظ. ها affect يؤثر على معهاش حرف جر، affect effect تأثير، effect ومعاها حرف الجر on، ومعاها حرف الجر صعبة سهلة جدا. يبقى هنا طلعنا بخدمة حلوة قوي، كويس، برافو. والباراجراف جميل وممتاز والخط تحفة وكل حاجة زي الفل. نكمل. My favorite sports are football and basketball because they are fun and energetic. Sports play an important role in our lives. They help us keep our bodies healthy and strong. كل الكلام ده صح، مفيهوش ولا غلط. And they improve our mental health as well. حلو قوي، بس ده مش اسلوبك كله، مش اسلوبك كله. ما هو انا هقول كل حاجه واحنا مش هنزعل من اي شيء، اتفقنا؟ ماشي. ده حلو قوي، ده حلو، بس مش اسلوب الطالب كله. ما تعملش كده، ما بنعملش كده خالص. احنا بنكتب عشان نتعلم وعلشان نغلط. بنكتب عشان نغلط منين؟ نغلط من هنا. فلما اللي هنا ده يغلط فيتصحح، فانا اقول لك ايه الصح وايه الغلط، فانت مش هتغلط تاني وانت لوحدك. فاهمين؟ هي دي اللعبة، مش اللعبة ان انا اكتب باراجراف ممتاز، ده ممتاز فول مارك، بس هو ده واحنا بنعمله هوم ورك في البيت. لو انا طلبته النهارده هيتعمل بيرفكت كده؟ ما اعتقدش، صح؟ طب انت عرفتي منين يا وليه؟ انت عرفتي منين؟ انا عارفه كل حاجه، انا عارف. حصل ولا لا؟ قولوا لي وانا هخبي. حصل ولا ما حصلش؟ بس ايوه انا عارفه انتوا هتعملوا ايه، وعارفه ده شكله بيكون عامل ازاي، واحنا ما نعملش كده تاني. خلاص يلا نكمل. بص الثالث بقى ولا الرابع ده معايا، ذا سبورتس، بادئ لي بذا، سبورتس ما بتاخدش ذا. خلاص تمام. favorite sports is football. ده قلنا الملاحظات بتاعته في الملاحظات اللي فاتت. ده بقى نفس الكلام، قلنا الملاحظات بتاعته برضو نفس الكلام اهو. هم يعرفوكم منين؟ ما يعرفوكوش. نفس الكلام، الحروف الناس كلها الحروف كلها لازقه في بعض، بس برضو مكتوب حلو. استني ما اقول لكم منقول ولا مش منقول. انا اللي اقول مش انتي. When we play sports we improve our physical fitness. منقول يعني في استعانة جوجلية، استعانة قاموسية، تشات جي بي تي هي، جيميناهية، ميتا هي يعني ماشي. لا في بعض الحاجات بصراحة في بعض الحاجات هي بتقول لي لا، بس أنا بقول في بعض الحاجات، وهذه خبرتي وخبرتي. عرفتوا؟ إيه؟ ده كده بالنسبة للباراجراف. فده سؤال جاي في ورقة الامتحان طبعا 100% هيفضل معانا أصلا مستمر، إذا كان بكالوريا ثانوية عامة مستمر لن ينقطع ولن ينتهي. ولو اتلغى في سنة من السنين، كان في سنتين كده متخلفين عقليا لغوا فيها كتابة الاسي والباراجراف من ثانوية عامة، بس كان عندي طلبتي بتكتب عادي جدا. انت بيلغي اللي يلغيه، انا عندي مفيش حاجة بتتلغي، اي حاجة مهمة ما تتلغيش. يا رب يلغوه، مفيش الكلام ده. ما ينفعش ادخل طالب كلية تربية ولا كلية ألسن ولا كلية آداب إنجلش وهو ما بيعرفش يكتب. تخيلوا مدخل طالب ما بيعرفش يكتب. وبتوع الجامعة ما عندهمش صبر زي المدرسين. يعني دكتور الجامعة فوق دماغي من فوق، مش هيقعد يعلم الطالب يكتب خالص. نو
نو خالص، يدونا كده الحاجه ويلا عيش. يلا بينا. تمام. تعالوا نشوف عندنا ايه النهارده هنبدا في يونت 8، وطبعا البهوات ما خلصوش بقيه يونت 7. بصوا بقى معايا، فضيحه بفضحكم، بس تخبيش، ما انت معاهم كلكم في الهوا سوا. بصوا قالوا لك يا ميس احنا خلصنا اول 2 lessons. تعالى ولا انت وهو، عشان في طالب قاعد قدامي مهزأ برضو ما خلصش غير اول 2 lessons. تعالى يلا انت وهم، تعالى معايا، تعالى. ال 2 lessons دول يعني بص الكلمات قد ايه، ما يكملوش 4 8 12. ده اللي جايه، انا بتكلم على اليونت عموما. 12 2 4 6 8 20 28 36، يعني كلهم في واحدة ناقصة. ماشي، يعني كلهم على قلب بعض. كلمات اليونت كله اليونت ال6 lessons من غير الليسن بتاع الستوري كلهم على قلب بعض 100 كلمة. ال100 كلمة دول حبيب قلبي اعمل فيهم ايه؟ عشان بس ما انا تعبانه. انت هتطلع السنه الجايه هتبقى بتحفظ 100 كلمه في اليوم. هقول لكم بقى، برافو عليكي. عندي ال100 كلمه دول على مدار الاسبوع كله بتاعي، يعني لحد الحصه بتنزل لهم يوم الثلاث او الاربع، من الثلاث الاربع للثلاث الاربع اللي بعده تقسمهم كل يوم 20 كلمه. كل يوم كام كلمه تحفظهم بس، وتقعد تعمل حاجات والعاب وبتاع. تيجوا نلعب لعبه؟ بكاسه؟ بطلي بكاسه انت. لا تعالوا هقول لكم. طيب هقول لكم على حاجه، الاسبوع اللي جاي تكونوا خلصتوا لي كلمات يونت 7 كلها، العبكم لعبه حلوه عليها. خلصتيها انت لعبك؟ ده يونت 8 اللي هو 2. خلاص؟ لا هنخلص عشان هو عنده درس وعشان نخلص. يلا بينا. تعالوا ناخد الفوكابيولاري الاول. اليونت ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الكالتشرز اند تراديشنز. مسحراتي التراديشنز اللي هي العادات والتقاليد بتاعت كل بلد، وكل دولة ليها عادات وتقاليد معينة. زي هنا في مصر مثلا لينا عادات وتقاليد، السعودية ليهم عادات وتقاليد، ايطالي ليها عادات وتقاليد. فتعالوا نشوف ايه هي بعض الحاجات بتاعت كل مكان. يلا بينا نقول بسم الله. اول كلمة اسمها traditions، يعني عادات. traditions عادات. culture ثقافة. culture ثقافة. reflect يعكس. reflect يعكس. يعني ايه يعكس؟ يعني بيعكس الكالتشر بتاعته. يعني انا لما اجي اتكلم مع حد هرفلكت ماي كالتشر، يعني هعكس ثقافتي، التراديشنز اللي عندي، الاحترام، كل شكل اللي انا بعكس. انا عارفين لما بنقول البني ادم ده خارج من بيت متربي، صح؟ يبقى هو عمل ريفراكت للكوميونتي اللي هو عايش فيها. تمام. سيرموني يعني مراسم او طقوس. سيرموني دي معناها احتفال، يعني مراسم او طقوس اللي بتحصل في اي احتفاليه او مناسبه. زي بالظبط رمضان، عندنا بنعلق فوانيس، بنجيب فانوس، بنعلق الزينه، مش عارف بنعمل ايه. دي اسمها ما جالكيش فانوس؟ حاضر يا حبيبتي اجيب لك انا فانوس، عينيا. هارموني يعني توافق او تناغم. identity شخصيه او هويه. the elderly معناها كبار السن. wisdom حكمه. connected مرتبط او متصل. celebration احتفالات. gather يعني يجمع او يتجمع. خلاص؟ يتجمع. يعني احنا اول يوم رمضان كلتوا بط؟ لا. كلتوا محشي؟ لا. اكيد محشي ده مصر كلها 100 مليون حلة محشي اول يوم رمضان. اول يوم رمضان 100 مليون حلة محشي. ما كلتوش محشي؟ لا احنا كنا معزومين بره. في هنا 100 مليون الا 3 هنا. فدي اسمها ايه؟ اسمها بنعمل جاذرينج، بنتجمع كلنا. جاذرينج يعني اتجمعنا، يبقى يتجمع دي معناها جاذر.
نتجمع على حلة المحشي كلنا. patience صبر. patience صبر. طبعا قلنا احنا اتكلمنا في الايه؟ اتكلمنا في الباراجراف صح؟ هنفضل ماشيين باراجراف وكومبليت كده كام حصة، وبعديها ان شاء الله نبدأ ندخل في سؤال تاني في ورقة الامتحان. مش عايزة ولا كلمة. خلاص؟ يعني بعدها ندخل في سؤال تاني في ورقة الامتحان زي مثلا الكومبريهنشن، زي اي حاجة بتضايقكم. الدايلوج ده اسهل سؤال في ثانوية عامة. اسهل سؤال في ثانوية عامة. ايوه، ما هو عند بتوع الازهر، واسهل سؤال عندكم. والله انتم متخلفين بس بتحلوا الدايلوج بتخلف. معلش، احنا بس لازم وانا بحل دايلوج ده يكون عندي حصيلة لغوية، فعشان كده هنأسس نفسنا شوية في الكلمات الاول، بعدين نروح منتقلين الى سؤال الدايلوج. يلا بينا نحل الكومبليت ده سوا. identity يعني هوية. harmony توافق او تناغم. reflects، طب هو حط لها اس، لازم يكون قبلها حاجة. برافو عليكي بنت قلبي. يعكس. ceremony طقوس او احتفال. patience صبر. انتوا عارفين بقى كلمة patient يعني ايه؟ صبور، مش صابر، لا صبور. يلا. the clear lake، انا عايزه حد يحل معايا، يحل معايا. هتحلي معايا انتي؟ مش عارفه يعني ايه ليك؟ مش تشيليها. مش احنا متفقين ان احنا هننزل، احنا عرفنا الكلمات، فهننزل نشوف احنا محتاجين ايه هنا. ماشي. the clear lake not the image. بصي بقى، image دي عارفاها؟ of mountains like a mirror. بالراحة، هي دي كلمة mirror، مراية. برافو عليك. شفتي بقى؟ يبقى أنا في حاجة فيها like a mirror زي المراية. هي المراية بتعمل إيه؟ بتعكس. يبقى أنا هل كلمة lake ضايقتني؟ هل كلمة mountain ضايقتني؟ يبقى الكلام اللي هيضايقك هيضايقك انت اللي عايزه يضايقك. انما انا الدرجة هجيبها وانا مش عارف كلمات، مش عارف كلمات خالص. انا حافظ كلمات المنهج كويس، وبعرف وبحل كتير وبكتب كتير وبعمل حاجات كتيرة، فبالتالي انا عندي حصيلة كويسة من الكلمات. بس اكيد ناقصني كلمات تانية، لان انا في الامتحان اللغة مفيش طالب في امتحان لغة هيبقى عارف كل الكلمات كلها. لازم تدخل الامتحان في كلمات ما تعرفوش. لازم 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 لازم. خلاص تمام. فراح قال لك بقى ايه؟ راحت هنا عملت لك ريفلكتس. تيجي نعرف بقى يعني ايه ليك دي؟ يعني بحيرة. بترفلكتس يعني بتعكس الصورة بتاعت الماونتينز اللي هي الجبال زي المراية. فهمتي؟ برافو عليكي، برافو عليكي. مثل المراية. The school held a special نقط. أنا عايزة أسأل سؤال. A special نقط to honor the top students. عملت إيه؟ تفتكر السكول هتعمل إيه علشان to honor يعني تكافئ أو تكرم التوب ستودنتس؟ هتعمل لهم إيه؟ ceremony صح، يعني احتفالية. Good teamwork creates not among classmates. classmates يعني زملاء الفصل. ايه؟ harmony صح، harmony يعني تناغم، بتعمل تناغم ما بين زملاء الفصل. Our clothes and language show our cultural ايه؟ cultural identity يعني هويتنا الثقافية.
هويتنا الثقافية. تمام كده؟ احنا بقى عشان النهاردة احنا مش هنكمل في كل الكلمات وكل الريدنج، انا محتاجة ان انتوا كمان تشتغلوا معايا. انا مش هشتغل لوحدي، انا ولا عمري بشتغل لوحدي. انا بحب يبقى فيه زي تيم وورك كده ما بيننا احنا الاتنين، انت شغال وانا شغالة، احنا الاتنين شغالين مع بعض، فبالتالي بينتج عنها طالب متميز. انما لو انا شغالة لوحدي وانت قاعد عبارة عن مدون ومستمع ومتلقي فقط، ده بيخليك انت اصلا مفيش تفاعل بينا، وده مش هيحصل. مطلوب مني ايه بقى؟ مطلوب مني ان شاء الله باذنك انت يا رب حضراتكم، احنا الكلمات هنكمل. احنا قلنا اليونت بيكون فيه حوالي، احنا دلوقتي عندنا كلمات يونت ايه؟ كلمات يونت 8. اتفقنا كده؟ عندنا قول حوالي 100 كلمة. خلاص؟ ده اليونت كاملا، اليونت كامل كله حوالي 100 كلمة. خلاص؟ بنروح عاملين ايه لل100 كلمة دول؟ نحفظهم كل يوم، نقسم كل يوم 20 كلمة، كل يوم 20 كلمة. ايه؟ ذبابة وقرفاني، انا بتقرفني وتروح جاية واقفة على البتاع، يا ستي اتقي الله، يا ستي اتقي الله، اتقي الله في حالك. خلاص؟ تعال نكمل. انا هكمل معاكم اول 2 lessons، وبعد كده انت بتكمل لي ال 2 lessons اللي في الاخر، والليسون اللي هو 3 و5 و6. يلا. celebrate يحتفل، appear يظهر، festivals مهرجانات او اعياد festivals، relatives اقارب، honor تكريم او شرف، greet يحيي، perform يؤدي، perform يؤدي، seasonal موسمي، massive ضخم، snow sculpture. لما تيجي بقى كلمة زي sculpture دي أنا عايزة أحفظها وهي صعبة أو كبيرة شوية، أقسمها أهو: sculptures، 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 وأقسمها. creativity، creativity مش عايزة كلام. community spirit، alike، alike يعني مشابه أو على حد سواء. tourist سائح، gathering تجمع، الجاذرينج اللي احنا عملناه ايه أول يوم رمضان ده اسمه تجمع. foreign أجنبي، Easter عيد القيامة، weddings حفلات الزفاف weddings. transformation يعني تحول أو بتغيير لحاجة. region منطقة. gifts هدايا. feast عيد. importance أهمية. guest ضيف. ignore يتجاهل. preserve يحافظ أو يحمي preserve. consider يعتبر. source مصدر. record يسجل. record يسجل. interview مقابلة رسمية. talented موهوب. cultural ثقافي. cultural ثقافي. تعالوا نشوف الريدنج عندنا. طبعا ده انت بتقراه مش بتقعد تحفظه. يعني culture the way of life of a group of people، يعني الطريقة اللي group of people بيتعاملوا بيها. انا باجي بقرأ identity who someone is، يعني انت عبارة عن ايه، دي الهوية بتاعتك. انا مش بحفظ الديفينيشنز، انا بقراهم وافهمهم كويس قوي. خلاص؟ طبعا الكولوكيشنز دي كلها احنا بنجيبها منين؟ بنجيبها من الريدنج. يعني feel connected حاسس ان هو مترابط او مندمج فيه، حاسس ان فيه هارموني ما بينه وما بين حد، حاسس ان فيه اندماج او ترابط. tell a story بيحكي قصة. reflect بيعكس، يعكس ايه؟ kindness يعني تعاطف. reflect respect يعني بيعكس ايه؟ احترام. show creativity، طب في show respect خدناها المرة اللي فاتت. show respect يعني ايه؟ بيظهر الايه؟ الاحترام. دي بقى حاجات
احنا مش محتاجين ناخدها كل واحده على حده، يعني مش محتاجين ناخدها كل واحده لوحدها، بس احنا محتاجين نفهم. انا عرفت ان شو معناها ايه؟ يظهر. طب انا عايزه اقول انا مفروض يجب ان اظهر الاحترام للناس الكبيره، وطبعا كلمه the elderly موجوده هنا، يبقى I should show respect، ها صح كده، to the elderly، للناس الكبيره. تمام. exchange gifts يتبادل الهدايا، build sculpture يعمل تمثال، bring joy يعني يجلب الفرحة bring. طب bring happiness يجلب السعادة. طب ما هي انتوا فاهمين؟ يعني انا باخد الكلمة وبعرف بفهم برضو ان هي ممكن يجي معاها دي او دي او دي، بحيث ان انا ابقى فاهم انا بشتغل ازاي. تمام. السينونيم والانتونيم نقراهم كذا مرة واثنين وثلاثة ونحل عليهم بالطريقة ان احنا نحل ونرجع للسؤال، نحل ونرجع للسؤال. طيب الإجابات بتاعت يونت 7 أنا هنزلها على اليوتيوب، هنزل الإجابات في الكومنتس. هنزلها في الكومنتس، هعمل لها لينك أو هعمل لها PDF وتنزل في الكومنتس وتشوفوها الإجابات بتاعت يونت 7، بحيث إن أنت مع يونت 8 تبقى بتصحح هوم وورك يونت 7. عندك أي سؤال تقدر تبعتهولي على رقمي 010 120 745 72. يلا بينا تعالوا نشوف الريدنج عندنا النهارده جميل قوي. Families and communities. Traditions are an important part of every culture. العادات هي جزء مهم من كل ثقافة. Every culture، وevery بيجي بعدها اسم singular مفرد. every معناها كل وبيجي بعدها اسم مفرد. خلاص؟ تمام. They help people، بيساعد الناس ان هم feel connected ان هم يحسوا ان هم مندمجين. feel connected to their families، بيحسوا ان هم مندمجين للعائلة بتاعتهم، ربنا يديمها نعمة ان شاء الله. communities and history، للتاريخ بتاعهم. around the world، حول العالم. traditions appear in festivals، العادات دي بتظهر في الفستيفالز، في الفود، في الميوزك and celebrations، في الاحتفالات بتظهر في كل الحاجات دي. مش انتوا عندنا هنا في شم النسيم وبناكل فيه بيض متلون وفسيخ ورنجة وبتاع والحاجات اللي هي الجميلة دي؟ لازم خلاص. فده بيبين الايه؟ بيبين التراديشن بتاعتنا، التقاليد بتاعتنا في السيلبريشن ده او في الفستيفال ده. خلاص. each tradition tells a story، كل tradition بتتل ستوري، بتحكي قصة، بتحكي لنا قصة الحدث ده. يعني لو جينا عملنا سيرش كده عشان نعرف ايه اصلا التلوين البيض والحاجة، هنلاقيه حاجة ريليتد للقدماء المصريين اصلا، والله ده حقيقي. نعمل سيرش، مش دلوقتي مش فاضيين. about the values of a society. For example in Egypt، على سبيل المثال في مصر، it's common for people to wear new clothes and visit relatives. بص بقى during festivals، بنلبس هدوم جديدة. عارفين العيد ده؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد اللي جاي ده ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين. بنلبس هدوم جديدة وبنروح نزور اهالينا بقى ويدونا عادية وبتاع ما بتروحيش بومة انتي، ولا بتحبي الفسيخ ولا الرنجة ولا اي وما بتروحيش عند حد؟ ايه كمان يا حبيبتي؟ يلا. This tradition which brings joy. يعني ايه bring joy؟ لا، بتجلب ايه؟ joy، متعة او فرحة او استمتاع، انبساط. and excitement يعني إثارة. joy اسمها، ما هي اسمها يبقى كده اسمها متعة وإثارة. shows the importance، فرحة، joy فرحة برضه.
shows the importance of family أهمية العيلة. Another important value يعني قيمة تانية مهمة، قيمة أخرى مهمة. وعايز أعرف إيه الفرق ما بين كلمة another و other. بصوا كده، فاكراها؟ لا، الفرق ما بين another، إيه ده؟ الفرق ما بين كلمة other أنا ناقص يلا، حد عارف؟ مش فاكرين؟ لا، الاتنين معناهم آخر أو أخرى يعني. إيه؟ واحدة بتيجي مع الجمع واحدة بتيجي مع المفرد. شايف other دي بتيجي مع الجمع، مع الاسم الجمع يجي بعدها اسم جمع. إنما كلمة another هي دي إيه دي؟ هي ان دي بتيجي مع المفرد ولا الجمع؟ يبقى هنا هيجي بعدها اسم ايه؟ اسم مفرد. تعال نشوف كده على اللي انا بقوله ده. يبقى another بعدها اسم مفرد، other بعدها اسم جمع، another بعدها اسم مفرد. بص بيقول لك ايه؟ another important value. يبقى كلمة another اهي جه بعدها اسم ايه؟ مفرد. another اسم مفرد، other اسم جمع، another اسم مفرد، other اسم جمع. تمام؟ يلا. In Egyptian culture is respect for the elderly. احترام الايه؟ كبار السن. Younger people are taught. are taught هنا معناها اتعلموا، مش هم اللي علموا، هم اتعلموا. To greet and care for older people. يعني ان هم يحيوا ويهتموا الناس الكبيرة. Which reflects، وده اللي بيعكس kindness and respect. In Japan the tea ceremony، حفلة شاي بقى، بنقعد نعمل حفلة شاي كلنا. which is carefully performed step by step، بتتعمل كويس خطوة بخطوة. ايوه، امال ايه؟ انت ما تعرفيش قيمة كوباية الشاي بلبن ولا ايه؟ ما بلاش، انا واختك ياما عملنا حفلات مش شاي بلبن. يبقى reflect respect، بترفلكتس ايه؟ respect, patience and harmony. Another famous tradition، جت كلمة another تاني اهي وجي بعدها كلمة tradition مفرد اهي. خلاص؟ is السابورو ده انا مش عارفاها. السابورو سنو فيستيفال ان جابان، ما اعرفهاش. حد يسمع عنه؟ سابورو سنو فيستيفال، والله ده عبارة عن احتفالية في اليابان كده. بص بيعملوا فيها ايه؟ بيعملوا where people gather، الناس بتتجمع to build massive ice. بيجيبوا تلجة كبيرة كده ويعملوا snow sculptures، يعني يعملوا ايه؟ تماثيل من الايه؟ من التلج. that light up the winter city. ايه؟ لا، ده عندهم اصلا الايس ده موجود في الشارع. لا، التلج بتاع الشارع بيجمعوا يروحوا عاملينه، او ممكن يكون في حاجه بيجيبوها بقى لا، هنعمل سيرش عشان احنا كده مش مثقفين. ده اسمه عدم ثقافه. ما بحبش اعرف ثقافه الغير، ما بحبش. ولا انتي؟ which draws people and tourists alike, shows creativity and community spirit and the beauty of seasonal transformation، اللي هو تغيير الفصول أو تغيير السيزون يعني. although traditions are different، على الرغم من إن التراديشنز دي مختلفة في كل مكان ليه اعتقاد معين. they often teach similar values such، بيعلمنا قيم متشابهة. يعني على الرغم من إن ده
يعني احنا بنلبس لبس الجديد ونروح متجمعين احنا والعيله ونقعد نحترم الكبير ونساعد مش عارف مين ونساعد ماما ونغسل المواعين ونغسل مواعين والمواعين تاني، نغسل المواعين تاني ونغسل مواعين تالت ورابع في رمضان اللي احنا فيه ده. فدي مهمه جدا. فده حاجات كل ده بيعمل، رغم ان العادات بتاعتنا بتاعت اليابان بيتجمعوا عشان يعملوا سكلابتشرز ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، مش عارف فين بيتجمعوا برضو كلهم بيشو نفس الحاجات، يعني في عندهم نفس الحاجات اللي بيظهروها. زي ايه؟ زي شو كرياتيفيتي، ابداع، community spirit. لا، although traditions are different they often teach similar values. بيعلمنا قيم شبه بعض زي respect, friendship and sharing. ده مهم. 3 حاجات بنتعلمها من الجاذرينج ده. الايه؟ الشيرنج ده ان هو ان احنا نتبادل الحاجات مع بعض، يعني المشاركه، نشارك الحاجات مع بعض. يعني انت اجي اخد من عندكم حله كده عشان اعمل فيها مش عارف ايه، انتوا تيجوا تاخدوا من عندي مش عارف ايه ونتبادل. ايوه بالظبط، كأنه كنافه وبالطبق اللي بيقعد يلف على مصر كلها ده، وفي الاخر ما بنعرفش هو طبق مين في الاخر. Some customs are hundreds of years old. بعض الكاستمز دي اللي هي يعني ايه كاستم؟ كاستم دي عادة شعب، عادة مجتمعية لشعب بالكامل. يعني ايه؟ بصي، يعني احنا مثلا العروسة بتلبس ابيض، صح؟ دي عادة الشعب في مصر. مش عارفة في بلد تانية بيربطوا لها شريط كده احمر على وسطها، حاجات كده غريبة. هي دي لو رجعنا بالزمن لورا خالص، بصوا بقى بيقول لك ايه، هي قد ايه؟ هي hundreds of years old، يعني عمرها مئات السنين. يعني احنا مثلا بقالها كام سنة. يعني لو جينا برضو عملنا نشوف هي مين اول عروسة اللي لبست فستان ابيض وايه السبب ان احنا بنلبس فستان ابيض، هنلاقي دي راجعة لتاريخ قديم قوي قوي. خلاص. which others are modern. ولكن في بعض العادات جديدة but are quickly becoming part of cultural identity. لكن بسرعة أصبحت جزء من إيه؟ من الهوية الثقافية بتاعتنا. وده كان الريدنج بتاع lesson 1 and 2. انت حضرتك بتحفظ الكلمات، وانت بتحفظ بعد ما بتحفظ الكلمات تروح تقرا الريدنج علشان تحط الكلمات اللي انت حفظتها جوه جمل فتفهمها، فيبقى الموضوع بالنسبه لك ممتع وجميل وفهمه وواضح قدامك بشكل ممتاز جدا 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 جدا. يلا بينا وجبه. ايوه ده وجبه متكامله جدع يا يوسف. كل الناس الطيبين يا يوسف بيحبوا الشاي بلبن. انت لو طيب هتلاقي نفسك بتحب الشاي بلبن، ما بتحبش الشاي بلبن اعرف ان انت شرير، من الاشخاص الشريره. ماشي يا شريره، يلا انت وهي. يلا عندنا النهارده في الجرامر الريلاتيف كلوزز او الريلاتيف بروناونز اللي هو ضمائر الوصل. وضمائر الوصل دي من اسهل الدروس واجمل الدروس اللي عندكم، ولسه ممتده معاكم الاولى وتانية وممتده معاكم كتير. خلاص، فتعالوا نعرف مع بعض كده ايه هي ضمائر الوصل. ضمائر الوصل دي اللي هي الريلاتيف بروناونز دي، احنا عندنا كذا ضمير وصل. فتعالوا مع بعض بالراحه ناخد واحد واحد. طبعا مش هنا، طبعا انا عايزه افضل ماسكه الكتاب بتاعكم عشان ما اشطحش، يعني عشان ما عديش، يعني اديكم يا دوبك حاجتكم بس. فتعالوا معايا هنقول الريلاتيف clauses او الريلاتيف pronouns اللي هو ضمائر الوصل. ايه ضمائر الوصل دي؟ يعني ايه؟ تعال اقول لك كده. انا عايزه اقول الولد اللي انا قابلته، الولد اللي انا قابلته، يبقى استني بس، يبقى اللي في النص دي انا هنا جمله وهنا جمله، صح؟ انا رحت ربطت الجملتين ببعض بضمير وصل اسمه اللي. خلاص. الكتاب اللي ذاكرت فيه، المدرسة اللي اتعلمت فيها. شايفين؟ المدرسة اللي رحتها،
الكتاب اللي ذاكرته، الولد اللي ساعدته، الراجل الكبير، الشنطة اللي فتحتها، السكارف اللي لبسته، اللي عمل. هي كلهم بالعربي، طبعا هي بالعربي الذي والتي واللذان واللتان والذين والذون ولا مش عارف ايه. وطبعا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا، انا هعلمك حاجة واحدة بس، هي معناها يبقى relative clauses، يعني اللي relative clauses يعني relative clauses يعني كل اللي بقى من دول بقى مختلفة. يعني أنا قلت أول واحدة أنا وصفت people، يعني اللي هم إيه؟ أنا قلت الولد اللي، صح؟ الولد، يبقى الولد ده إيه؟ عاقل، يبقى أول واحدة عاقل. مين العاقل؟ هو أو ذات. عاقل هو أو ذات، عاقل هو أو ذات، عاقل هو أو ذات. يعني بقول لك أهو، أنا قابلت الولد the boy اللي هو اللي أنا قابلته، هو I met yesterday was ill. الولد اللي قابلته امبارح كان تعبان. فهنا دي، الله يسلمك يا جميلة، الله يسلمك. فهنا الولد ده اسم ايه؟ عاقل. اسم ايه؟ يبقى عاقل هو او ذات. عاقل زي الفل. صعبة؟ تعال نشوفها هنا اهو. بيقول لك we use who to talk about people، نتكلم عن الناس. I like my classmates. They share their ideas with me. يبقى أنا بحب I like أهو، أروح قايلة لك I like my classmates أهي. who اللي بيشارك الأفكار بتاعته معايا. طبعا ممكن اشيل ذات دي واحط هو، ممكن اشيل هو واحط ذات، بس بقى ادفانسد شويه في حاجات ما بنستخدمش فيها ذات، بس مش هقولها بقى دلوقتي، مش هقولها لكم. انا التزم بالحاجات اللي عندكم عشان ايه؟ ما بقاش انا بزود عليكم قوي قوي، لان انا نزلت فجوه عمريه كبيره، خلي بالكم. فعلى ما استوعب هاخد وقت. خلاص تمام. طيب راح جه بقى بعد كده بيقول لك ايه؟ ينفع هو the man who is wearing a hat is my uncle، عادي. تعالى بقى نشوف كلمة which، ندخل على اللي بعدها. يبقى عاقل هو أو ذات، عاقل هو أو ذات، عاقل هو أو ذات. غير عاقل بقى، عايزة أقول الكتاب اللي بقرأ فيه، الكتاب اللي اشتريته امبارح كان حلو، كان ممتع. يبقى الغير عاقل بقى، الغير عاقل اللي هي ايه؟ لا، الثينجز او الانيمالز. الثينجز اللي هي الاشياء او الانيمالز، بحط كلمه اسمها which او that، which او that، which او تمام. رحت بقول الكتاب اللي اشتريته، the book which I bought was interesting. الكتاب اللي اشتريته كان ممتع. خلاص، يبقى هنا حطيت بدل هو حطيت which. ليه؟ عشان ده اسم ايه؟ غير عاقل. يبقى عاقل هو أو ذات، عاقل هو أو ذات، عاقل هو أو ذات. غير عاقل which وذات، غير عاقل غير عاقل زي الفل. سهلة؟ سهلة. ماشي. يجي بعد كده يقول لي بعديها
عايزة أجيب أتكلم عن place، أتكلم عن مكان، يبقى المكان where، مكان يعني أقول لك هي دي المدرسة، مكان where، ماشي؟ أقول لك دي المدرسة اللي أنا اتعلمت فيها، يبقى this is the school، مكان أهو، صح؟ يبقى ده place، يبقى where I learn. خلاص؟ this ما أنا بتكلم الجملة كلها مضارع، يبقى دي المدرسة اللي اتعلمت فيها، يبقى الجملة كلها present عادي. خلاص؟ يبقى مكان where، مكان عاقل هو أو ذات، عاقل غير عاقل which وذات، غير عاقل مكان where، مكان وقت أو زمن when، وقت أو زمن أروح جاية بقى قايله لك إيه أهو، لو بتكلم عن وقت أو زمن هختار كلمة when. الجرامر بتاعكم بيكون لذيذ جدا وجميل وسهل، فأقول لك إيه مثلا Friday يوم الجمعة is the day، هو اليوم اللي when I take my holiday أو my weekend، هو ده اليوم اللي أنا باخده أجازة، يبقى يوم الجمعة هو اليوم اللي باخده أجازة. يبقى تاني عاقل هو أو ذات، عاقل غير عاقل which وذات، غير عاقل مكان where، وقت أو زمن أختار when، وقت أو زمن أختار. اللي جاية دي مهمة قوي قوي قوي، أنا عايزة بس إيه أرجع لكتابكم، بس هو إن شاء الله يكون فيه هو ده اللي مظبوط، يعني أنا بحاول على قد ما أقدر. بصوا بقى اللي جاية دي اسمها whose دي أنا بختارها في حالة إيه؟ إن يكون جاي قبلها هنا اسم وبعدها هنا اسم، noun هنا وهنا noun. طب وهي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن ملكية. يعني إيه ملكية؟ يعني عايزة أقول الولد اللي كتابه، يعني بقول لك أهي هنا أنا جبت لك هنا أهو اسم أهو the boy أهي the boy، وهنا dot أهي وكتبت لك كلمة book، يبقى الولد أنا عندي اسم أهو، صح كده؟ والبوك ده إيه؟ اسم. يبقى لو لقيت اسم واسم هروح أختار كلمة اسمها إيه؟ بس whose دي إيه؟ whose ملكية، whose اسم واسم اختار، whose اسم واسم اختار. الولد بص بقى السؤال ده، بص السؤال ده the boy بص بقى وراح جاب لك في الاختيارات who أو whose، بالراحة. في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ انت لما بتلاقي كلمة whose دي موجودة لازم تعمل اللي انا هقوله ده، تترجم. لما تلاقي whose تعمل ايه؟ تترجم. يعني ايه تترجم؟ تعال اقول لك. يعني انا اترجم الجملة عشان اشوف انا عايز ملكية، اللي هي ايه الملكية؟ اللي هي اللي بتتحط في الاخر دي، صح؟ ولا انا عايز كلمة اللي بس؟ انا بترجم عشان كده. تعالوا نشوف. البوي يعني الولد، يلا نكتب بلون مختلف. الولد نقط، ودي يعني
هي دي مش his mother، هي دي مش his mother. لو his mother الموضوع يختلف صح؟ هو هنا mother دي يعني ايه؟ boy يعني هو الولد اللي ينفع ولا عايز الولد اللي ايه؟ اللي امه صح؟ انت عايز الولد اللي امه، يبقى عايز ايه؟ لو عايز ملكية يبقى هختار whose. يبقى اقول تاني اسم اختار whose، اسم اختار. لقيت whose لازم اترجم، لقيت whose عايز ملكية اختار whose، عايز ملكية اختار اسم اختار whose، اسم اختار. لقيت whose لازم اترجم، لقيت whose عايز ملكية اختار whose، عايز ملكية اختار. صعبة اهي، اسم واسم اترجم. لقيته عايز ملكية اروح مختار whose. فهمتوها؟ خلاص. الولد اللي كتابه the boy whose book. طيب البنت اللي شنطتها the girl whose bag. فهمتوها؟ صعبة. البنت اللي شعرها the girl whose hair، وهكذا. فيها مشكلة؟ تمام زي الفل. تعالوا نشوف الكتاب فيه ايه عشان ان شاء الله ما نكونش شطحنا قوي حاجة. which اهي to talk about things or animals. This is a useful website. It explains grammar rules clearly. يبقى this is useful website which explains grammar rules clearly. اهو this is فعل قبلها ايه؟ قبل وش اسم. لا حبيبي، هنا هو ده الموقع اللي بيشرح الجرامر كويس، اللي بيشرح ده مش اسم. ده whose مش which. whose. تمام. This is festival which is celebrated. تمام. that بقى انا بقدر استخدمها اهو في both people and things، في الاثنين. بيقول لك دي less formal يعني الاقل شيوعا، يعني مش رسميه قوي. This is the difficult question. I don't understand it. يبقى this is the difficult question that اللي I don't understand، انا ما فهمتهوش. I don't understand بس. خلاص. طبعا هنا لو في ضمير، بص مش هو ده اسمه ضمير وصل. ركز معايا في الحته دي كده عشان حلوه قوي لتالتة ثانوي او لبكالوريا. طبعا مش ده اسمه ضمير وصل. ما ينفعش يكون الجمله، بص الجمله دي I don't understand it صح كده، ده اسمه ايه؟ ضمير صح. وانت هنا حطيت ايه؟ ضمير. مش دي اسمها ضمير؟ ما ينفعش الجمله، بص الجمله ما ينفعش الجمله يكون فيها ضميرين، عشان كده شلنا it اللي في الاخر. تاني، انت دلوقتي حطيت ضمير وصل للجمله، ما ينفعش الجمله اللي انت حطيت لها ضمير وصل ده عشان الريرايت. يعني الجمله اهي، بص الجملتين عندنا this is a difficult question I don't understand it. هو راح حاطط لك جوه الاقواس which او that، حط لك جوه الاقواس كلمه which او that، يعني هو ده السؤال اللي انا ما فهمتوش. خلاص. انا عايزه اربطهم ببعض، يبقى تربطهم ببعض عادي، بس الجمله الثانيه لو فيها ضمير شيله، لو فيها ضمير بيعود على نفس الحاجه شيله. تاني، ضمير بيعود على نفس الشيء، يعني ايه دي عايده على مين؟ على الكويستشن صح، على الكويستشن. ايه دي عايده على مين؟ على السؤال. هي ذات دي عايده على مين؟ على السؤال برضه. يبقى ما ينفعش تجيب الاثنين مع بعض. يبقى اهو this is a difficult question that I don't understand بس. that I don't understand بس. تمام. whose دي بتعبر عن البوسيشن، يعني الملكية. عمر is my friend, his book was lost.
بص بقى عشان اربط الجملتين ببعض، هو هنا هيروح حاطط لي كلمه ايه؟ whose. بص بقى اهو عمر is my friend. انا عايزه اعرف ده ان شاء الله يكون ظاهر عندكم كويس. عموما ده كتاب المعاصر، تفتحوا معايا وانا شغاله. عمر is my friend. بص حط ايه؟ whose. ينفع whose his book؟ ما ينفعش. whose book was lost. تمام؟ انا من الاسبوع اللي جاي مش هصور مع حد. where we use where to talk about places. نتكلم عن المكان. المكان. This is a big shop. I bought sweets there. يبقى عايزه اربطهم ببعض، احط كلمه where في النص. تمام؟ هقول this is the big shop where I buy sweets. طب ليه انا شلت there؟ عشان عايده على مين؟ وانا رحت حطيت ضمير اصلا ايه؟ وصل. فينفع احط ضميرين في نفس الجمله؟ تمام. when to talk about time. بنتكلم عن التايم، الوقت. يبقى I learn best in the morning time. احط when. morning is the time. morning is the time. morning هو الوقت. when I learn best. when I learn best. تمام؟ ده جميل جدا. يلا نحل كام سؤال. يلا يا يوسف. the book. the book الكتاب. نقط I borrowed استلفته is very interesting ممتع جدا، جميل جدا. الكتاب ده عاقل ولا things غير عاقل؟ يبقى اختار هو ولا تاني عاقل هو او ذات. عاقل غير عاقل غير عاقل. تمام. مكان where مكان. وقت او زمن when وقت او زمن. اسم اختار whose. اسم اختار. لقيت whose لازم اترجم. لقيت whose. عايز ملكية اختار whose. عايز ملكية اختار. يلا نشوف. هتبقى which I borrowed. صح. محمد. يلا يا محمد. the man not spoke to us. الراجل اللي كلمنا is my teacher. مدرسي. الراجل اللي كلمنا. الراجل عاقل ولا غير عاقل؟ نخليه على جنب. طيب انت وهنا spoke ده فعل. خلاص. الراجل اللي كلمنا. يبقى العاقل بختار ايه يا محمد؟ هو. صعبة؟ تاني السؤال اللي بعده انت. The city not we visited last summer is very old. Where. صح. هي اصلا where. صح. المكان بتحطي ايه؟ خلاص. طيب 2006 was the year when my brother was born. That's يلا يا أميرة. That's the time not we met our teacher for the first time. هو ده الوقت. يبقى when. برافو عليكي. when. I know the city where. لا I know the city where has a famous museum. بصوا بقى السؤال ده أنا هخليه يبقى سؤال الأسبوع القادم. يعني مين هيحلهولي صح ويعمل لي سيرش ويقول لي ليه صح؟ ليه؟ أنا عايزة أشوف أنتوا الموبايلات دي والتكنولوجي دي ليها لازمة في حياتكم ولا ملهاش لازمة؟ ملهاش. ما أنا عارفة قاعدين لوك وأنتوا في الحصة.
She is the teacher. She is the teacher. يلا يا أميرة. Not teaches English. Who صح. The festival مش هتجاوب النهارده، مش هتجاوب كده. The festival not is held every spring is very colorful. الفestival ده مكان which ايوه حاجه غير عاقل. الفestival اللي بيقام هنا. يلا نحل ريرايت. انا عايزه اعرف لا في ريرايت كتير، احنا هنحل اول 4 ده كويس عشان انا عايزه للهوم ورك يكون في ريرايت. A festival is a special event. People celebrate it every year. انا عايزه احط كلمه that. هي that بتعبر عن ايه؟ عاقل وغير عاقل. A festival is a special event. فكروا. People celebrate every year. هنحط ذات قبل بعد event وهنشيل it. ايوه هنشيل it. People celebrate that every بسايباكوا تهروا الميس سايباكوا. طيب انتوا خدوا وقتكم في حل الريرايت ده في ورقه وبعد كده نحله سوا. يلا مش عايزه اشوف امال ايه وانتوا كمان. الملأ الفضايح سوف تكون على الملأ. يلا وريني اميره اول سؤال. حليتي اول سؤال. وريني ولا انت وهو ولا اكتب في الكومنتس. وريني هببت ايه وصور نزلها صوره عشان اشوف خطوطكم وعدل لكم خطوطكم. A festival is a special event that people celebrate every year. شلتي it. برافو صح. مين عملها كده؟ جو. ماشي برافو. طب ليه شلنا it؟ عشان عايدة على الفيستيفال. هينفع 2 ضميرين في جملة واحدة؟ تمام. يبقى هقول اهو a festival is a special event that. هو السبيشال ايفنت اللي الناس بتحتفل بيه كل سنة. فاللي اهو ومش هحط بقى with that people celebrate. هشيل it دي وهحط every year. سهلة جدا. السؤال اللي بعده. The teacher explained the tradition. Students asked about it. يلا. The teacher explained صح. the tradition. هربط الجملتين ببعض. احط which. students asked about. وشلت it اللي في الاخر دي شلتها صح. برافو. يلا يا محمد. I met a journalist. He writes articles about the environment. يبقى هقول I met a journalist. خلاص. اللي هو. تمام. ركز معايا. اللي بيكتب مقالات. بيكتب يبقى هو ايه؟ writes. اوكي. who writes articles about the environment. هو كده
مفيش ضمير فتمام. ما كلمكوش انا مخصماكم والله مخصماكم. يلا اي حد فيكم. This is the boy. This is the boy. His book is lost. His book is lost. يبقى this is the boy. هقول whose. اوكي هشيل has دي علشان ده ضمير ملكية، هو ما ينفعش. يبقى whose ايه؟ book is lost. برافو عليكم. ضماير سهلة ولازم نحفظ كده مع بعض. عاقل who أو that. عاقل غير عاقل which أو that. غير عاقل which أو that. غير عاقل مكان where. مكان وقت أو زمن when. وقت أو زمن اسم اختار whose. اسم اختار. لقيت whose لازم اترجم. لقيت whose. عايز ملكية اختار whose. عايز ملكية. ده كده كان relative clauses او relative pronouns اللي هي ضمائر الوصل وبتربط بين الجملتين بالشكل ده. هتحلوا الباقي طبعا يكون homework معاكم. شوفوا الريرايت سهل، الأسئلة سهلة، كل حاجة سهلة، بس نمشي step by step ونمشي خطوة خطوة وبالراحة وبهدوء وإن شاء الله نوصل لكل اللي احنا عايزينه. ده كده كان جرامر يونت 8 و lesson 1 و 2 في الكلمات والريدنج. بس طبعا هتكملوا الليسونز بقيتها الكلمات والريدنج تكملوه وتحفظوهم كويس. تحفظوا الكلمات وتقرا الريدنج، تفهم الكولوكيشنز وتفهم كل حاجة. ما تبصمكش. قسم مذاكرتك على مدار ال6 أيام. ما بنذاكرش الانجليش في يوم واحد في الاسبوع. الانجليش لغة وبتحتاج مننا مجهود ومحتاجة روقان ومذاكرة ببال رايق. بنذاكرها على مدار الاسبوع مش بنذاكرها في يوم واحد. كده خلصنا رحلتنا وخلصنا الحصة الحمد لله. أتمنى تكون الحصة خفيفة ولطيفة وتكون وصلت للهدف اللي انت عايزه. لو انت محتاج اي حاجة تاني بشكل شخصي، في جزء ما فهمتهوش، في سؤال معرفتش تحله، الهومورك بتاعك كان فيه مشكلة، اي حاجة واجهت فيها مشاكل، تقدر تعتبرني المدرس الشخصي بتاعك وتبعت لي مسج وتسألني في كل اللي انت عايزه، وان شاء الله ربنا يقدرني ويساعدكم كلكم. اشوفكم بألف خير بهليل قلبي. تعالوا الاول هكروني وخدوا البورد بتاعتي، هنعمل سكان ونسحبها هتلاقيها بقت معاك على الموبايل. اشوفكم بألف خير بهليل قلبي. استودعكم الله. ربنا يحبك. اوعى تنسى ان هدفنا جنة. يلا بينا.